ركت تكون زينة. أهلا ميمي. مساء الخير. مساء الخير معلش النت والعافية. قطع. مساء أي الخير أي، يا قلبي. احنا هم الله مو حلو النت يمنا. ما شاء الله. هاي بالبالكون ربنا يخليك. ميمي، بالكون هاي لو داخل المنزل. بالكون، بس انا مقفلاها بحيث ان هي أي تبقى يعني عندي اضاءة كده. الشباك بيبقى منور دايما. نعم. النباتات، نعم بحيث ان ما يبقاش داخل لها اضاءة مباشرة. الشمس تبقى حارقة بس اكنها أي منورة جامد. انا هوريكم حبايب بسرعة كده أختنا ميمي جاردن من مصر، تابعوها وشوفوا النباتات اللي عندها، نفس النباتات مشتركة يعني بيناتنا النباتات كلها. ربنا عندك يخليكي. هذا صعبة، اسمها صعبة قوي وانا بغلط فيه كل مرة. بس دي في منها اللي هو بيبقى موف، وبيبقى في منها نعم كمان اللي لونه اخضر. انا عندي الاثنين. وفي اللي يبقى موف اخضر، بس يعني انا هوريكم على قد نعم ما اقدر الحاجات اللي عندي. يعني عندي دي نعم الاخضر بتاعها في ابيض، وعندي الاخضر الموف بتاعها. عندي كذا واحدة بصراحة، انا نعم بحبها جدا وبحب نعم. هي يجي بها أشكال. بيجي منها الوان كتير. نعم بوتس طبعا. نعم. احنا الهويا هسه الفاريجيتا. قاعد هسه كل من انا الحر. اسفه الصوت بيقطع. نعم دي فيتونيوم، لونها مش موجود كتير نعم. لا عادي عندنا في عادي مصر. كل زين. دي فيتونيا مش موجوده كتير عندنا في مصر. احنا ده لا احنا هاي هواية عندنا من عندكم. عندنا طب حلوه ورخيصة. جدا. انا عندنا في مصر عندنا الاحمر والاخضر في نعم ابيض. عندنا. اي ولكن اللي هي بيبقى فيها خطوط بينك، اي خضرا في بينك، دي مش بنلاقيها كتير. فانا برضو عندي نعم. منها واحده. احنا مشكلتنا ان احنا احنا عندنا بيبقى استيراد بكثرة بكثرة. احنا مشكلتنا كنت لسه هقول لك الاستيراد عندنا. اولا بيمنعوا ان هم يستوردوا اي تربه من بره. فممنوع نعم نستورد اي نبات من بره غير بتربه وشروط معينه، يعني مستوردين اللي بيستوردوا. مع مو يجينا آه، و- بالكوكبيت او البتموس. بالظبط. وكمان مش اي حاجه، لازم ياخدوا عينه ويتاكدوا ان هي تمام، لان نعم جت قبل كده احنا لا اصابات. احنا ما فيش سيطرة نوعية. لا، ما احنا دي مشكلة، ان احنا اي نبات جديد بيخش هنا في كبر. مصر لازم يكون حد جايبه معمل انسجة، ويطلع منه نوع سنتين كده ما نسمعش اي حاجة عن النبات، وبعد كده بيطلع منه كميات بتغرق السوق. فاحنا الطريقة الوحيدة اللي تخش لنا يا اما مستورد جايب لنا نباتات من بره، يا اما احنا حد كان نعم معمل جايب مستورد ويطلع منه نباتات انتاج بتاعه. دي البولونيا. دي نبات جميل نعم جدا، انا بحبه جدا. انا ده كده نعم بتتعقل منه. الهيدرا الفاريجيتا، هي كانت فيها اعفان فغيرت التربه وعشت حياتي، فهي لسه بتتعافى. كل الجزء الفوقاني ده بقى، دي هاي كل درا ده كل انواعها. تعقيلاتي. اه دي تعقيلاتي يعني كان عندي قبل كده جلونيما فالنتاين، ليدي فالنتاين، نعم طلعت منها كذا واحده. وعندي كمان اللي هو السانجونيوم البينك، طلعت منها كذا برضو واحدة. عندي ديت الفلودندرون البيرل ماركس الفاريجيتا، مطلعة منها دي عقلة. أنا عندي الأصلية بتاعتها أهي. دي تعتبر من نوادر هنا في مصر، محدش لسه مدخلها كتير. يعني هي عندها 3 4 بالعدد، يعني محدش لسه جايبها، وسعرها يعتبر غالي جدا هنا في مصر. لكن اللي ابتدت تنتشر قوي الفراداندا نعم احنا هم الباريسيو عندنا فاردي. واحد هو اه يبيعها. الباريسيو نعم فاردي ابتدت تنتشر. هي لسه سعرها يعتبر غالي، بس نعم ابتدت تنتشر شوية. بس يعني احنا نعم. غالبا محبي الزرع يعني او هو النباتات، حد فينا بيبقى جايب نبتة من بره، ويجي نقصها عقل عقل ونقسم سعرها على بعض. غالبا ده اللي بنتعامل مع بعض. يعني انا جايبه من زامية الفاريجيتا، دي فيها اخضر فاتح واخضر غامق. انا نعم واخده ورقه ودافعه مبلغ فيها، لان هي كانت جايه لنا نفس فيها ست الشيء سبع عندنا ورقات كل واحد. نوادر نبات. النوادر فعلا، فاحنا ما تعرف بنصدق يا ايش نحط يسوي. ايدينا على اي حاجه من نبات. فورقه ماشي، عقله ماشي، اي حاجه، المهم ايه، نقدر يعني نحاول نعم فيها.
ودي المونستيرا الاسوناي اللي هي الارورا، نعم. الاريولا، مش ارورا تقريبا، هي من نوع برضو الحاجات اللي هي بيبقى في بتطلع اخضر فاتح. دي برضو من نوادر. ودي بقى مش موجودة في مصر غير عند تلاتة أربعة، هي لسه صغنونة خالص. نعم. اسمها سانجونيوم جودزيلا. ورقها بيطلع ملفوف كده، يعني هي مش ورقها بايظ، لا ده هي ورقها كده، يعني هي ورقها بيبقى ملفوف كده وباصص لفوق، مش عيب فيها. دي برضو كانت عقلة وانا بحاول. ناس انا اسفة، حتى عندنا قدم الصوت بيقطع، معلش يا ست حياة، الصوت بيقطع. انتوا سامعيني طيب من عندي ولا؟ من عندي صوت، من عندي شبكة، من عندي اه مو زينة. ما فيش مشكلة. اتفضلي حضرتك، كنت تسأليني سؤال. انا باخد عشوائي كده، مش باخد حاجات كتيرة. هو المشكلة ان انا عشان اجيب نبتة كبيرة نادرة هدفع فيها الافات عندنا هنا يعني. آه، مبلغ بتعتبر، فبنجيب العقل من نبتة واحدة بنستوردها من بره ونقسمها. فمثلا عندي كمان من الحاجات النوادر اه الفلادندون الماكينز. طب قولوا لي انتوا سامعيني ولا في مشكلة في الفيديو؟ البث مالك تسمعيني؟ واضح انا البث سامعة، مالك كلش واضح. كله واضح تمام، حلو أوي. دي اسمها فلادندرون ماكينز. دي بتبقى مع الوقت لانها لسه نعم. صغيرة، اسم بتبقى ورقتها قطيفة وظهرها من ورا بيبقى نعم. لونه اورنج. ابتديت اجرب اعقلها تعقيل مائي. بتنجح، بس بتاخد وقت عبال ما تطلع جذور، يعني في التربة انجح واسرع. دي الوكاسيا الريد كوبرا. الورقة بتبقى فيها زي هزي كده احمر. انا ما اعرفش دي عندكم ولا هاي لا، بس موجودة دي برضو عندنا بجد انا عايزه اقول لك الحاجات النباتات دي احنا عندنا مش هاي. بنلاقيها خالص في مصر. اه النباتات عليها هي نقط موجودة. بني. النباتات عليها نقط بني، ده مش بايظ، ده تسميد. ده تسميد. بس يعني ايه، التسميد كان يعني كتير نعم. شوية فعلم على الورق، بس هي تمام ما تقلقوش. دي اسمها فلادندون سيلفر سورد، ما اعرفش اسمها ايه بالعربي، بس دي بتطلع ورق لونه فضي، مش اتمنى تكون باينة. برضو ابتدت تنتشر عندنا هنا في مصر اول سنة. طبعا لا السانجونيوم مبين، سمعيني انت؟ الوندرلاند. انا بسمعك رايح جاي. انت مو زينة. الو، ايوه. انا عارفه ان النت ممكن ساعات بيروح ويجي، فما فيش مشكله، لو سامعيني تمام اكمل يعني. بسمعك. حد يكتب لي في الكومنتات. تمام. مش ما استمري. برضو عندي السانجونيوم الوندرلاند، او وندرلاندي. برضو ورق قطيفه وخط كده هوت سيلفر، اظن برضو ده عندكم. برضو عندي الميلك كونفيتي السانجونيوم. نعم. برضو دي حاجات ابتدت تنتشر من سنتين ثلاثة. البيس ليلي اللي هو زنبق السلام بس الفاريجيتا. الفرادندرون الهورس هيد جميل. برضو من الحاجات اللي ابتدت تطلع عندنا. طبعا السانجونيوم البينك مشهور. دي السانجونيوم اللي هو البلاك هيد، تطلع ورقة لونها أحمر من تحت. مش بلاك هيد، اسمه بلاك
مش حاضرني اسمه دلوقتي، بس هو يعني ابتدى برضه يطلع هنا في مصر برضه بقاله سنتين. هو سانجونيوم، لونه احمر من تحت. ممكن لو افتكرت اسمه ابقى اكتبه في الكومنتات. طبعا ديفنباخيا الاميونا، وعندي ديفنباخيا التروبيكا سنو ورا، هوريها لكم طبعا. والسانجونيوم سوري سانجونيوم، دي مش سانجونيوم، دي بوتس الانجوي، البوتس الماربل كوين، والبوتس اللي هو الهولندي عادي اللي فيه اصفر. وانا واخده من الماربل كوين، واخده منها عقل وعقلتها في الميه، واكتشفنا ان هي العقل بتاعتها الفاريجيشن بيبقى اهلا احلى. اهلا ساية، ساية تابعيها. اهلا وسهلا، اهلا بيكي وشرفتينا في اللايف. كل النباتات دي عندك منها بجد حلو جدا. عندي احنا عايزه اقول ضعيفة لك حتى. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا ما خلي بنقدرش ساية نستورد. تابعش لان شبكة عندي. انا هحاول اخلص بسرعه. طبعا انا عندي بقى لا عندنا طبعا بس ما شاء الله في عندنا نباتات كلها انواع. حلوة. انا تعتبر عندنا نوادر، لان احنا زي ما بنقول اللي عندنا الاستيراد مش اقوى حاجه. فدي بتبقى اجتهاداتنا احنا محبي النباتات، ان احنا كل واحد فينا وهو مسافر او هو عارف حد من قرايبه مسافر يجيب نبته ويجي. فاحنا ما بنصدق نلاقي نبته جديده فبنقسمها. انا مش عارفه اسم الرابر بلانت دي اللي هي الفيكاس، الفيكاس الاستيكا ده. انا مش عارفه هي اسمها ايه النوع ده بالذات، بس هي بتبقى ورقه سيلفر وفيها اخضر كده. هو الصراحه يعني مش هيحضرني كل الاسماء، لان ساعات مش كل الاسماء بتيجي في ساعتها، فاعذروني. طبعا عندي البينك برنسس، وعندي البرنس اوف ما اورانج، نحط كل اسمها. وعندي الوايت ويزرد والوايت برنسس والبينك. انا هحاول انور لكم. والبينك سانجونيوم. و طبعا كل هاي النباتات تحتاج جهد بالسقي. طبعا كل واحده فيهم يعني بيبقى ليها جدول سقي وتسميد مختلف، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان يعني يبقى ظروف، لان ظروف المعيشه واحده بالنسبه لهم. ف يعني بحاول ان اديهم يعني يبقى نفس الرعايه، ما نبعدش بعيد قوي، بحيث ان ما اضطرش ان انا مش عايزه الموضوع يبقى مرهق زياده عن اللزوم. فاهميني؟ فبحاول على قد ما اقدر البيزكس اديها لكل النباتات، ولو في نبته معينه محتاجه ان انا اهتم بيها اكتر طبعا بحطها في الاولويات ان انا اخد بالي منها. وده برضو فيكس مطاطي او فيكس الاستيكا، نوع برضو مستورد. انا مشكلتي ان انا مش بفتكر اسم النوع بالظبط. و دي سانجونيوم البو، جنبها فريدك، جنبها الاسوناي العاديه المونستيريا العاديه، ودي الجلوريوس. قطع. ايوه بص بتقول لك مدام ساية او انسه ساية بتقول لك انها موجوده على اللايف ايه مدام. طيب مدام حياه ساية تقريبا. هي شبكة عندنا ساية مزيان. معانا هنا اهو. شوف ليرة الأوراق دبلت وساق. افندم. حلو. لا هسه واضح أنا من عندي التعبان. تقول شوف ليرة الأوراق دبلت والساق عبالك شلون متفقش. شفليرة؟ يلا قطعت الشبكة ورجعت. الشفليرة شلون تمام. إداريها أنتي؟ الشوفليرة، انا شوفليرة مش انا عندي بره شوفليرة بس مش هنا، مش خارج. بحطها في الظل.
نعم احنا نقولهم نبات خارجي. خارجي، احنا جماعتنا يخلوه داخلي، اقولهم ما يصير. لا الشوفليرة خارجي يعتبر، بس ما بيحبش الشمس القوية يعني. نعم يحب، يعني وبرضو حاليا على عمر درجة النبتة. الحرارة عندنا كلش عالية بالعراق، تتأثر النباتات، يعني إذا شوفليرة، إذا سندان طبعا صغير. عندك حق. نعم وعمر بس برا النبتة كمان، حارة، يعني اي لو نعم. النبتة كبيرة، يعني نبتة نعم. عجوزة او نبتة مم. بقالها سنين، بتستحمل الشمس اكتر. يعني نعم احنا هنا عندنا في مصر نفس الفيكس الشيء. المطاطي نفس مزروعة الشيء. في الشمس، بس اشجار كبيرة مم. واوراقها عملاقة، غير اللي نعم. بتتربى هاي في السيس. أكلونيميا شلون تتعاملين وياه الأحمر؟ الاورجانيما في عندي السوبر ريد، وعندي الليدي فالنتاين البيضة ديت، كنت لسه بتكلم عليها في اللايف دي، اللي هي الوايت نعم. برنسس. وجنبها انا بحب الاورجانيما بصراحة، نبات بحسها سهلة سهل جدا هي سهل والفلادندرون. يعني، سهل جدا، سهل يمكن كمان جدا. اسهل من البوتوس. أنا هم أحبها، حبيتها بشكل مو طبيعي. والفلادندرون كمان اكتشفت ان هي سهلة نعم جدا. جربتها، تحب الأجواء المفتوحة، التهوية، ولا يعني وممكن سهلة سهلة سهلة، وما تحب يعني لأن هي الساق سهلة جدا يعني. سعي يكبر. ممكن ما تحب تسقيهاش مدة، يعني يعني ممكن واحد تنسيها. يفرق، يعني مو تستحمل مزدحمة. العطش، تستحمل السقعة، تستحمل الحرارة السخنة بالنسبة سهلة. الدافية بالنسبة للحرارة في الدول العربية. عندها نعم مناعة قوية جدا، يعني تستحمل العطش، عارفين مش تنزرع بسهولة. بتربة. كمان فيها ميزة نعم نبات مناعته فعلا عالية، مناعة بيستحمل قوية. أعفان سويت عليها بالهبل. تجارب بالمي وبالتربة الرملية بتماس والبرلايت، أنا بحط بيتموس بيرلايت، ودلوقتي ابتديت أحط كوكو هاسك. ويكبر بساعة. انا حسيت ان الكوكو هاسك، انا اسفه للدوشه اللي جنبيه، نعم بس انا حسيت ان هو كوكو هاسك بيهوي نعم. التربه وبيعمل هسه شنو الحل؟ شوفي طلعها رطوبه. برا. انا حاطه شوفليره بره. انا عندي شوفليره اللي هي المبرقشه، ما بحبش الشوفليره الخضراء بصراحه انا بحب نعم الالوان دايما. والبيركن انا عامله منها مثلا 3 4 عقلات كل فحطها كده. انواع الشوفليرة ناجحة عندنا. بجد انا يعني الشوفليره، انا في حد ابتدى اطلعها برا. يروج للشوفليره ان هي ممكن تتزرع في الميه. جربت ما نفعتش معايا. ايه لا، خطأ خطأ. ما انا حسيت ان يعني طبعا مش كل النباتات ليها حكايه الميه. أسوأ شيء تكاثر الشوفليرة بالمي. انا قلت كده بالقلم ان تتكاثر، استحاله. احنا بالمشاتل يكاثروها بالقلم. نعم بالقلم فعلا احنا برضه بنعملها صح ما كده. يصير يعني هذا. انا يعني العقل بالنسبه لي انجح كتير من موضوع الميه. بالعقلة. احنا بنعافر في نعم الاعفان وحياتها صعبه بصراحه. أسهل نبات البيس بالعقلة ليلي الشوفليرة. فعلا انا عندي منه كتير جدا عقلات، يعني مقصوصه ومزروعه تاني. لكن حكايه اللي في الميه دي يعني كان في كذا حد قال ان هي نفعت وكده، فحاولت اجربها، حسيت ان الموضوع افتكاسه. هسه شنو فدوة وعندي تتكاثر بالورقة؟ لا ما تتكاثر الشوفليرة، لا تتقربوا لها، بس طلعوها لازم برا بالعقله. مكان ظل. اه بالعقل الستاند. اه وبيت محمي. بصوا ما كمان لا وكمان تتكاثر وقت كمان بالورقة ولا التعقيل. بالعقل. يعني احنا عندنا التعقيل بالمي. في الشتاء مثلا التعقيل مش بيبقى ناجح قوي زي التعقيل مثلا في وقت الخريف والربيع. اي احنا نكاثر بالبيت محمي، يعني كاثروا المشاط البيت محمي، درجة حرارة يوفروا له ويتكاثر. بالظبط في صوبة. نعم بس يعني فكرة ان تكاثر حد مثلا بالآلاف. بالظبط، ما هو ده مش الصوبة اي بنعرف نحاكي الطبيعة بتاعت النبات، لكن في البيت صعب قوي نحاكيها. فلما التعقيل ما بينفعش، ممكن يكون ببساطة ان الظروف مش مناسبة. يعني ممكن تبقى عملت كل حاجة ناجحة، وظروف النبتة مش احسن جو ليها، فمهما عملنا مش هتنجح. ده كده تقريبا كل نعم الدخل. يعني احنا هسه هاي كل النباتات تتعقل. واذا اكو واحد من الجزائر تابعيه، اكو واحد من الجزائر صديقنا طبعا ما شاء الله عليه يكاثر داخل البيت المحمي هاي النباتات كلها. الشبكة هم عندها مو زينة وهم عندي تقطع عندها. ها؟ ها؟
ايه ما شاء الله وحيد. هو برضه عندي اهو واحد وصلي فعمال نفس الشيء احنا هم. سامع صوته بيبص لي هو ايه ده. انا فطبعا شايفتك هواي تربيني طيور حلو. انا بحب عامه الطبيعه عامه يعني الطيور انا بحب كليتنا الكلاب كمان بصراحه. كليتنا اه, والله كليتنا. النباتات فيعني جمال جدا بصراحه. فالواحد بيحس ان بيضيفوا له يعني في الحياه فبيبقى مبسوط يعني اكتر من يعني واحد يقعد في جنينته مع حيواناته الاليفه احسن مليون الف مره ما ينزل من البيت. ايه والله أنا عندي يعني عاشر الطيور والحيوانات الأليفة أحسن ما أحكي يا بشر. برضه نفس الحكايه أعتبرهم يعني مسالمين مسالمين، على طول ما تشوفين شيء ضحكهم منهم. ومش عايزين يأذوا حد وكافيين خيرهم وشرهم وعايزين ياكلوا ويعيشوا نعم حياتهم وخلاص. أي والله. ما فيش أيوة كائد، ما فيش الحاجات اللي هي الغريبة، ما فيش صراعات في الحياة. بس أنت ما شاء الله يعني هواي عندك، يعني هاي يحتاج لرعاية تعب، طبعا كل حاجة جميلة خاصة بتحتاج العقل. ان احنا طبعا. والحاجات طول ما احنا بنستمتع باللي احنا بنعمله وبنحبه ما نعم بنحسش بالتعب، نعم بالعكس كمان لما بنشوف النتيجة بننسى بقى خلاص. نعم. فبجد انا سعيده جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وشكرا ليكي جدا على الفرصه والله أنا ديت، من وشكرا على زمان تشجيعك. أتابعك، من زمان من زمان. انا عايزه اقول لك ان انا على طول متابعه ان حضرتك بتعملي لايكات وبتعملي لي كومنتات جميله جدا وتشجيع على طول. بس حضرتك يعني ان تستضيفيني في القناه والكلام الحلو ده كله ده فوق ما انا استحق. شكرا ليكي جدا يعني. يعني فعلا لا فعلا دي بالعكس شهاده نعتز بيها بالعكس ان حضرتك شايفه ان انا يعني مجهودي بالعكس، لان انت انسانه كويس. متواضعه، يعني اشوفك يعني اسلوبك وكلش متواضعه باسلوبك زين. ومع الاسف شكرا يعني ربنا. عندك زرع حلو، معلومات حلوه، ونحب ان شاء الله الكل شو اسمه. هواي انا قبل هواي تعرفت هم على ناس من مصر، وهم شويه شويه من خلالنا ومن خلال تعرفوا على المشاتل العراقيه وصار عندهم جمهور كلش كبير. مش عايزه اقول لك انا شويه بحس ان شويه. ان اخواتنا العراقيين اخواتي يعني نعم عيله تانية. وفعلا حضرتك نعم القناه بتاعتك والناس عند حضرتك في القناه ناس لطاف جدا. كذا حد عمل نعم. لي فولو وبعت لي احنا يعني كلام لطيف مجتمع نحب جدا وتشجيع. نخالط. نعم اشكركم جدا ونشجع كلكم واحد واحد في القناه. وطبعا ان الست شاء الله. حياه اول واحده يعني طبعا يعني ما اقدرش. ولو اليوم الشبكة مو هالقد واللايف يصعد وينزل، لكن ان شاء الله هو من خلال المشاركة أنا من أسوي إعادة نشر إن شاء الله تشوفين كل العراقيين راح يجون يمك. ربي يخليكي. واكيد مش اخر مره يعني في التعاون، واكيد هنبقى مع بعض دايما. ده كفايه ان الواحد يستفاد أكيد من معلومات حضرتك يعني ده أكيد دي حاجه يعني تزود له كتير يعني. أكيد إن شاء الله. شكرا جدا لوقتكم. إن شاء الله هم أعطيك صفحة هذا الأخونا اللي من الجزائر يخبر حضرتك لو تبعتي لي اللينك بتاعه يبقى يا ريت. إن شاء الله لان إن شاء الله. اشكرك جدا. شكرا إن خالص شاء الله. لوقتكم وإحنا أخذنا من وقتك حبيبي، ارتاحي لا حبيبي، ازاي، فرصة انتوا سعيدة. يعني فعلا شرفتوني. وباذن الله اجازه سعيده عليكم كده. انتوا برضه عندكم الجمعه والسبت عندكم اجازه صح؟ فرصة سعيدة حبيبي. إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربنا على طول بعد إحنا ناس تتابع ناس. يا رب على طول مع بعض كده اهوت. واكيد يعني انا دايما بتشرف بحضرتك وبالناس اللي متابعينك. إن شاء الله. أنا عندي 3 أسماء متابعتك بيها. زوها حديد هاي هسه قاعد تعلق، ده الاكونت ده ما لأن عندي من عندي زمان صفحة جدا. احتياط، اه لأن أنا دائما صفحاتي تتعرض للبلاغات والحظر، فمسوية صفحتين 3 صفحات احتياط، صفحتين احتياط بعد. هاي حياة هو فيها حسن ايه محتوى بعد. يتبلغ عنه؟ انا اسفه ده ما ايه فيهوش حاجه ايه خالص. ايه مع الأسف يعني أكو ناس ما تحب الخير. وعندي فعلا حياة بيبقوا حسن ناس غيرانه هنا حسابي فبتحس ان 70,000 وهناك 20,000، وزوها يا حديد بعدها بالبداية ما صايرة 1000. لا بس لا بجد يعني حضرتك انا
انا ان شاء قعدت في الله. القناه اتفرج عليها، ما بقتش عايزه اطلع يعني. انا قعدت مثلا بتاع ساعتين ثلاثه بتفرج، وفيديو ان بيجيب شاء فيديو، الله. مستمتعه احنا جدا ننقل بوقتي شكو شيء والمعلومات بالعراق، رهيبه. حتى من كل الدول العربية يشوفون احنا ايش عندنا ما عندنا، وبعد هذا كل اللي استاذ، ناقلته شيء بسيط عن بلدي. انا فعلا فخوره ان انا يعني، انا مش عايزه اقول لك، انا اعرف علي واعرف استاذ صادق واعرف كذا حد من عندكم في القناه وحضرتك طبعا. فانا فعلا فعلا كل مرة بتعامل مع أي حد من الشعب العراقي أنا فعلا يعني زي فعلا بيشيلوني من على الأرض شير. فعلا شعب كريم ومحترم، وفعلا شعب بيحب المصريين، والمصريين بيحبوا جدا من زمان. نعم، احنا فاحنا احنا احنا الشعب العربي يعني علاقتنا وطيدة، يعني كلها هي دول الشام ودول العربية كلها. يعني انا هسه عندي اصدقاء من كل الدول العربية، يعني عندنا وحدة من المغرب، طبعا هم ما شاء الله هيك تحب على صفحتي ذيك الثانية هي ما متابعتني هنا. يعني مهم. عندنا من كل الدول العربية، وقلت لك هم تابعي وحدة من مصر، هم من عندكم عايشة بلبنان، هم اسمها ماما طباخة، وخواتنا من لبنان اثنين، لينا تمام. وبعد وحدة طبعا صفحاتهم كلش حلوة، مهم. ده فعلا فعلا أنا يعشقون يعني الزراعة. مبسوطة جدا. اي والله. شكرا احنا ليكم احنا خالص. احنا طبعا احنا يعني كلش سعيدين وتعرفنا عليك، وان شاء الله راح تشوفين العراقيين كلهم بصفحتك، ربنا يخليك، انا وان عايزه شاء اشوف الله. حضرتك نعم. دايما على طول كده يعني، في اي وقت حضرتك نعم. يعني عندك وقت متاح يبقى يا ريت يعني نعم، لأن أنا اسلم على أصلا يعني حضرتك. حياتي بعد متفرغة للزراعة. نعم، بجد انا تعرفين عمري برضه كبير، بحب. بعد إحنا ما عندنا عمل يلهينا كله بس الزرع. انا عايزه اقول لحضرتك انا ممكن الغي مشاوير عشان خاطر النباتات، او عشان أي جدول والله. التسميد بتاع النباتات، نفس انا الشيء، لازم ما ينفعش نفس اتاخر الشيء. عليه. ما نطلع برا اه البيت مشوار إذا عندي، يعني أنا مثلا إذا أريد أسافر، هاي قبل فترة سافرت مدة أسبوع، بعت النباتات كلها. بجد، لا ده انا ممكن اجيب لهم والله حد مخصوص يجي ياخد باله منهم، او كل يوم ما يجي. حد يقدر ياخذ باله، يعني لازم يغلط غلطة يموت لك النبات. اه فعلا ده حصلت كذا أي مرة، بتبقى الواحد حزين على نباتات بقالها سنين عنده. نعم. فمثلا اكو نباتات كل اسبوع سقي مره، هاي عادي واحد يقدر يسافر ويعوفها. مهم. انا نعم. دايما باخد عقلة او عقلتين من كل نبتة عندي، احطهم في السيس صغير كده، احتياط. بحيث ان انا ايه احتياطي اي هسافر او حاجة اعرف احتياطي اديله حلو. القصيص. حلو. اعرف ادي القصيص ده لحد من حواليا، لكن عندي قصيصات نعم. كبيرة مقاس 40 و50، صعب انزلها نعم. واديها لحد. هو الصغير اللي نعم. بيكفي. اني واحد جاري كان، انا اختصاص اشجار خارجيه ونوادر، فجاري ايش قال لي انت وزعي من النباتات اللي عندك على الجوارين، حتى في يوم اذا فقدتي شيء راح تلقيه عند الجار. ده فكرة حلو ان هو. للنباتات الخارجيه كمثال يعني. وفعلا هو يعني بصراحة مثلا احنا اكو اتفضلي نبات انا اسف. انا هسه قمت اروح اخذ من عنده، انا مطيته بعدين احتاجيته لقيته عنده اخذه منه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا لولا ان انا اتعرفت على مجتمع هنا هوت بيحب النباتات هنا في مصر، وبندور على النباتات النادره، انا ما كنتش اقدر اجيب النباتات دي خالص. اه هي غاليه، بس لو انا بجيب النبات ده بستورده انا من بره، او حد جاي من يكلف. بره بيجيبه لي، هدفع 10 نعم. اضعاف. احنا صح. بنتكلم في مبلغ مثلا ايه، انا نعرف هندفع احنا مثلا عندكم انتم 200 كلش دولار غالي يصير مثلا النبات، او 300 كلش غالي. دولار اه اللي هو نعم، عندنا. مو احنا اكو مصريين يراسلون الاخونا حسنين ويقولوا له من مصر ومن الجزائر، يقول له النباتات غاليه هاي علينا. غالية جدا، احنا عمرنا ما كان عندنا نباتات نعم. بالغلو ده. ولما في نباتات، احنا دلوقتي بقينا بنجيب من شرق اسيا اي. لان هي ارخص شوية، بس كنا من سنتين بنفس المبلغ نعم. ممكن اجيب نبات هولندي، ونبات جميل مش نعم. موجود نعم. خالص. بس دلوقتي نعم. نفس السعر اجيب حاجة من شرق اسيا بيبقوا حلوين، بس مش نعم. بيبقوا في نفس جمال الهولندي. الهولندي بيبقى صحيح. جميل صحيح. يعني. يعني انا نعم. جبت من بس حد كان احنا جايب شنو، احنا عندنا مشاتل عراقية يزرعون بالتربة الرملية ويجيبون النوادر ويكاثروها بالرمل. احنا بقينا بنعمل بالتربة كده الرملية. دلوقتي، احنا بنعمل كده. نعم. هو ده نعم. شكرا جدا ليكي. فرصة سعيدة. انا اسعد. فرصة مع سعيدة. السلامه. نورتينا. ما انتوا اكتر، نورتينا. انا فعلا سعيده ان انا قعدت معاكم النهارده واتكلمت. شكرا خالص. إن شاء الله حبيبي. مع السلامه. مع السلامة. باي. مع السلامة.